أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. أيها الأحبة الكرام، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمشي يوما من الأيام في طريق من طرقات المدينة، مر بدكان فإذا في داخله رجل قد أشعل بين يديه نارا ينفخ فيها ويصنع. قال له عمر: ما عملك؟ قال: أنا حداد ونجار. قال: فما صنعتك؟ قال: أنا أصنع الرحاء. الرحاء جمع رحى، وهما حجران يوضع أحدهما فوق الآخر ويحرك من فوق بعصا يطحنون فيه القمح والشعير. فقال له عمر: إنه قد بلغني أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح. أنا سامع أنك ممكن تصنع رحى تدور بالهواء. فقال ذلك المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي، قال: يا عمر لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. التفت عمر إلى الذين عنده قال: لقد توعدني العلج. مضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان، خنجر له حدان مقبضه من وسطه، وجعل يطليه بالسم شهرا كاملا. أقبل في ظلمة الليل واختبى لعمر في زاوية من زوايا المسجد. المساجد في السابق ليست مثل مساجدنا اليوم فيها أنوار وثريات، المسجد فيه سراج أو سراجان. أقبل عمر ما يدري، دخل المسجد استوى اعتدل وكبر الله أكبر، كبر يصلي بهم. كاد المجوسي أن يخرج عليه، لكنه خشي أن بعض الناس لا يزال يأتي متأخرا. قال: تدري، خلني أأخرها إلى الركعة الثانية. قام عمر إلى الركعة الثانية وبدأ يقرأ: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. في لمحة عين خرج عليه المجوسي وطعنه 3 طعنات، وقعت الأولى في صدره، والثانية في جنبه، والثالثة تحت سرته، وجر الخنجر. لما جر الخنجر فتح ما تحت سرة عمر، وصاح عمر من حر ما يجد، وقع على الأرض. المجوسي لما طعن عمر تورط، ما في باب عند المحراب يهرب منه، ما في إلا الباب الخلفي، فصار يطعن الناس يمينا ويسارا حتى يتفرقوا عنه ليصل إلى الخلف. فطعن 13 صحابيا، مات منهم 7 في الحال. ثم وقف في آخر المسجد شاهرا سكينة، قفلوا الباب وطلع السكين اللي فيه خير يقرب. كل ما اقترب واحد طعنه في رقبته، في صدره، في وجهه، والصحابة يقعون. مشكلة. فواحد من الصحابة أقبل عليه، وكان هذا الصحابي عليه رداء. خلع الصحابي رداءه وألقاه على وجه المجوسي. أول ما ألقي على وجهه علم أنهم قدروا عليه، يحتاج الآن وقت حتى يفك عن نفسه، فطعن نفسه ومات. يقول عبد الله بن عمر: أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم، فكانت يدي تدخل في بطنه. قال: فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشه. كلمونه ما يتكلم، حركون ما يتحرك. يا أمير المؤمنين، ما يدري عن شيء. يا أبا حفص، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدري عن شيء أبدا. فلما كادت أن تطلع الشمس أفاق. لما أفاق التفت يمين إلا الرجال يبكون، التفت يسار إلا يسمع أصوات النساء يبكين، نظر إلى نفسه إلا الدم من كل مكان، وعماء ملبدة بالدم، والآلام بدأت تأكل جسده. المفروض يا شباب أول سؤال يسأله يقول: من اللي طعني؟ من قتلني؟ ما هذا الدم؟ المفروض أول سؤال يكون هالسؤال. لا، عمر ما سأل هالسؤال. أول كلمة قالها: أصلى الناس؟ صليت ولا لا؟ أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين صلينا. قال: الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. اللي ما يصلي اغسل يدك منه. اللي يأتي للحبل اللي بينه وبين الله ويقطعه، الصلة اللي بينه وبين الله ويقطعها، كأنه يقول: يا ربي أنا ما أحتاجك. قال عمر هنا: الحمد لله، الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم التفت إلى عبد الله بن عمر قال: يا عبد الله بن عمر. قال: لبيك. قال: أعطني ماء. قال: هذا ماء. ظنه بيشرب. قال: لا، أعطني ماء أتوضأ، أنا ما بعد صليت الفجر. شوف يا أخي القلب اللي معلق بالصلاة. ما قال: من قتلني؟ أنتم مخططين تقتلوني من زمان ولا لا؟ كيف قدر يدخل المسجد ويختبئ؟ كيف؟ ما سأل أي سؤال يتعلق بالقضية إلى الآن. أهم شيء الصلاة نخلص منها. قال: يا عبد الله بن عمر. قال: نعم. قال: أعطني ماء أتوضأ. فقرب إليه الماء وضأه. فلما توضأ وصلى وانتهى، جاء الآن وقت الدنيا. التفت إليهم قال: من قتلني؟ أنا إمامكم في المسجد من 12 سنة، من 10 سنوات. من قتلني؟
قالوا قتلك الغلام المجوسي، هم من الصبح يريدون هالسؤال، قتلك الغلام المجوسي. قال غلام المغيرة بن شعبة، ذاك اللي رأيناه في السوق قبل شهر. قالوا نعم. قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل إيش؟ الحمد لله والله اللي قتلني كبير ليس صغيرا، ولا أعجمي ليس عربيا، أو رقيق ليس حرا، أو فارسي وليس عربيا. لا، كل هالمقاييس هذه ضعها تحت رجلك. لا فرق بين عربي وبين أعجمي، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. الإسلام جاء وساوى بين الناس كلهم. المسألة ما هو على لونك وشكلك وأصلك، المسألة على عملك بينك وبين الله. عمر ما قال هالكلام، قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. يقول الحمد لله اللي قتلني ما يصلي، ما قال ما يزكي، ما يحج، ما يعتمر. ليش يا شباب قال الحمد لله الذي قتلني ما يصلي؟ لأن عمر يدري أن ممكن واحد ما يحج طوال حياته ويدخل الجنة. واحد يا أخي ما يقدر يحج، واحد مريض، واحد فقير. ممكن واحد ما يصوم طول عمره ويدخل الجنة، مريض يا أخي ما يقدر يصوم. لكن يدري عمر أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام فإن صلحت نظر في باقي عمله. واحد واحد يصلي وقف بين يدي الله، فيقول الله قبل لا يسألك عن برك لوالديك، قبل ما يسألك عن بنائك للمساجد، قبل لا يسألك عن صومك، عن حجك، عن عمرتك، أول سؤال يأتيك تصلي ولا ما تصلي؟ إذا قال نعم أصلي ينظر عمله كيف صلاته. إذا صلحت الصلاة ينظر في باقي عمله، إيش عندك من أعمال ثانية؟ إذا ما صلحت الصلاة لم ينظر في باقي عمله أبدا. لذلك يا شباب شوف، حتى النبي عليه الصلاة والسلام عند موته كان عليه الصلاة والسلام عند موته وملك الموت يجذب روحه الشريفة ليخرجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما بقي لي في الحياة إلا ثواني. دائما الواحد يا شباب إذا كان يعني يموت دائما يتكلم بأهم الأشياء عنده، أليس كذلك؟ عمرك شفت واحد في الموت وهو تنزع روحه ويلتفت على ولده يقول يا ولدي مباراة أمس النهائية من اللي فاز؟ وهو يموت. عمرك شفت واحد كذا؟ ولا يسأله عن أسهم سيارات ولا عن أسهم البنوك، ولا يقول أمس صلحتوا السيارة ولا ما صلحتوها؟ ما يسأل. يبدأ يسأل يقول يا ولدي ترى فلان يطلبني فلوس سددوه، وفلان ترى أنا شاري بيت وحاطه باسمه، ترى البيت لكم وفي الورقة شوفوها في الدرج الفلاني. يبدأ يتكلم بأهم شيء. بالله عليك النبي عليه الصلاة والسلام بعد 63 سنة من العمر و23 دعوة من النبوة، 23 سنة من النبوة، إيش اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ثواني معدودات بيموت قاعد يتكلم فيه؟ إيش كان يقول الصلاة 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 يعني صلوا انتبهوا لصلاتكم، لا تفرقوا في صلاتكم، انتبهوا عظموها أقيموها في أوقاتها. الصلاة يمكن لو يقدر يخطب قاموا خطب عن الصلاة. الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم، يعني العبيد المماليك أن يحسن إليهم ومثلهم الخدم والسائقين. يقول الصلاة 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 حتى مات عليه الصلاة والسلام ويتشهد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات صلى الله عليه وسلم. يا أخي عجيب، ليش عمر تربية النبي صلى الله عليه وسلم يفيق ويقول صليتوا؟ ليش علي رضي الله تعالى عنه أيضا تربية النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن وهو في المسجد رايح يصلي؟ عجيب. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم وهو مربيهم ومعلمهم يفيق من إغمائه مرارا ثم أثناء الموت يقول الصلاة؟ ليه يا أخي؟ لأنهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صحابة الكرام كلهم يعلمون أن الواحد إذا حافظ على صلاته حافظ على بقية دينه.